لو سألت أي حد في مصر سؤال بسيط جدا، أنت أهلاوي ولا زملكاوي؟ الإجابة هتطلع فورا، لأن في مصر تشجيع الأهلي ولا الزمالك مش مجرد اختيار لفريق كورة، ده انتماء وهوية. ممكن تلاقي طفل لسه في ابتدائي لكنه متعصب لناديه كأنه عاش كل تاريخه، وصحاب بقالهم سنين بيتخانقوا بسبب ماتش، وشوارع كاملة في مصر بتتحول لمعركة كلامية، وكل ده بسبب ماتش واحد بس، الأهلي ضد الزمالك. لكن السؤال الحقيقي هنا مين أكتر بطولات ولا مين أقوى فريق؟ بس في سؤال أهم من الاتنين دول، إزاي بدأت المنافسة دي أصلا؟ وإزاي تحولت مع الوقت لأكبر عداوة كروية في مصر وواحدة من أشهر دربيات العالم؟ عشان نفهم ده لازم نرجع لأكتر من 100 سنة ورا. البداية كانت نادي اتولد من فكرة وطنية سنة 1907. مصر وقتها كانت تحت الاحتلال البريطاني، والحياة السياسية والاجتماعية في البلد مش أحسن حاجة، كانت كلها مليانة توتر. وفي وسط الجو ده كان في مجموعة من الطلبة المصريين في القاهرة عندهم فكرة بسيطة جدا، إنهم يعملوا نادي، بس مش أي نادي، نادي يجمع الطلبة المصريين، مكان يقدروا يتجمعوا فيه ويناقشوا الأفكار الوطنية ويبنوا مجتمع خاص بيهم بعيدا عن سيطرة الأجانب. ومن هنا اتولد النادي الأهلي. اسم الأهلي نفسه كان ليه معنى واضح، نادي للمصريين للأهالي. ومع الوقت الأهلي ما بقاش نادي رياضي بس، ده بقى رمز للهوية الوطنية، وده اللي خلاه يكسب شعبية كبيرة في وقت قليل. لكن في نفس الوقت القاهرة كانت على موعد لظهور منافس جديد، ظهور نادي الزمالك. بعد كام سنة بس اتأسس نادي جديد في القاهرة سنة 1911. النادي ده اتأسس في البداية باسم نادي قصر النيل، لكن الاسم ده ما استمرش كتير، بعدها اتغير لاسم المختلط، عشان وقتها النادي ده كان مفتوح للأجانب والمصريين، وكان فيه لعيبة كتير من جنسيات مختلفة. بعدها في فترة من الفترات اتسمى باسم نادي فاروق، لحد ما استقر في النهاية على الاسم اللي نعرفه النهاردة، نادي الزمالك. الزمالك كان مختلف شوية عن الأهلي في بدايته، الأهلي كان مرتبط بالحركة الوطنية أكتر، أما الزمالك كان نادي اجتماعي. لكن مع الوقت النادي بدأ يكبر وجذب لعيبة كتير موهوبين، وبدأ ينافس على كل البطولات. ومع أول ماتش بينهم بدأت القصة. أول مواجهة بين الأهلي والزمالك كانت في بداية القرن العشرين، ووقتها ما كانش فيه نفس الضجة اللي احنا نعرفها دلوقتي، لكن كان واضح جدا إن في منافسة بتتولد، فريقين كبار في القاهرة وكل واحد عايز يثبت إن هو الأحسن، جمهورين بيكبروا بسرعة، ومع مرور السنين الماتشات ما بينهم بقت أهم ماتشات موجودة، وكل ماتش كان التوتر بيزداد شوية بشوية، لكن الشرارة الحقيقية كانت لسه في الطريق. مع بداية البطولات الرسمية في مصر بدأ ماتش الأهلي والزمالك يبقى أكتر ماتش منتظر في البطولة، كل فريق عايز يكسب، لكن مش بس عشان النقط، عشان الهيبة. الفوز على المنافس التقليدي كان ليه طعم مختلف. ومع كل ماتش كان بيحصل جدل، قرارات تحكيمية بقى، احتكاكات بين اللعيبة، تصريحات مستفزة بعد الماتشات، كل ده بدأ يصنع تاريخ من التوتر. وفي التلاتينيات بدأت العداوة الحقيقية. الدوري المصري وقتها بدأ ياخد شكل منظم أكتر، والبطولات بقت منتظمة، الأهلي والزمالك بقوا أقوى فريقين في البلد، كل بطولة تقريبا كانوا هما اللي بينافسوا عليها. ومع كل ماتش الجماهير كانت بتزيد والتعصب يزيد. في الفترة دي تقدر تقول إن بدأت أول المشاحنات الجماهيرية الكبيرة، هتافات ضد المنافس وخناقات في المدرجات، والديربي بدأ ياخد شكل مختلف تماما. في الأربعينيات والخمسينيات ده كان عصر النجوم، الديربي بدأ يكبر أكتر، اللعيبة بقوا مشهورين ونجوم، الجماهير بقت بالملايين، وكل ماتش بقى حدث في البلد. الجرايد كلها كانت بتتكلم عن الماتش، الناس في القهاوي بتناقش التشكيلات، والبلد كلها قاعدة على أعصابها. في الفترة دي بدأت تظهر قصص أسطورية، أهداف في آخر الدقايق، ماتشات درامية ولا حد كان بيخرج هادي منها. في بعض ماتشات القمة النتيجة ما كانتش مجرد فوز وخسارة، كانت اللحظة اللي صنعت تاريخ العداوة، ماتش يحصل فيه اشتباك بين اللعيبة، وماتش يحصل فيه اعتراضات على الحكام، وكان في ماتشات الجمهور بيفضل فاكرها سنين. كل موقف من دول كان بيضيف فصل جديد في قصة الصراع. واحدة من أكتر الحاجات اللي كانت بتولع الصراع اللي بينهم هي انتقالات اللعيبة بين الناديين، لاعب يسيب الأهلي ويروح الزمالك أو العكس. الموضوع دايما كان بيسبب جدل، والجمهور بيحس بالخيانة، والصحافة طبعا ما بتتوصاش، بتولع الموضوع أكتر، وده يزيد الكراهية الرياضية بين الطرفين. ومع تطور الإعلام الرياضي تقدر تقول إن المنافسة خرجت بره الملعب، برامج بقى، مقالات وتحليلات، كل ماتش قمة بقت مادة للجدل، وأي تصريح من أي لاعب ممكن يعمل أزمة، وكل تحليل ممكن يولع السوشيال ميديا. تقدر تقول إن الإعلام أحيانا كان بيزود الحماس وأحيانا بيزود التوتر. بس في العصر الحديث السوشيال ميديا غيرت كل حاجة. زمان كانت الخناقات تلاقيها على القهاوي بس، لكن دلوقتي بتلاقي ميمز على اللعيبة، سخرية ومقارنات، وأي لقطة في ماتش القمة ممكن تقعد ترند سنين، وأي خسارة بيمسكوها تريقة الأيام، وأحيانا سنين برضه، خلي بالك. وده خلى المنافسة أكبر بكتير. بس ليه الديربي ده مختلف؟ الأهلي والزمالك مش مجرد ناديين
مصريين كبار، دول اكبر جماهير في مصر، ملايين الناس بتشجع الاهلي وزيهم بيشجعوا الزمالك، يعني اي ماتش بينهم هو ماتش بين نص البلد تقريبا، كل واحد شايف فرقته الاحسن وكل واحد عايز يثبت ده. الحقيقه اللي محدش يقدر ينكرها رغم كل العداوه دي، في حقيقه بس واحده واضحه، هي ان الاهلي محتاج الزمالك والزمالك محتاج الاهلي. تقدر تقول ان المنافسه بينهم هي اللي صنعت شعبيه الكوره في مصر، وهي اللي خلت ماتش القمه ينتظروا ملايين. وفي الاخر حابب اقولك ان الديربي ده عمره ما هيبقى هادي، اكتر من 100 سنه عدت، اجيال اتغيرت، لعيبه مشيت، مدربين جم ومشيوا، لكن حاجه واحده بس اللي ما اتغيرتش، ان ماتش الاهلي والزمالك عمره ما هيبقى ماتش عادي. هما 90 دقيقه بس ممكن تقلب مشاعر ملايين من الناس، وده هو سر الديربي. دلوقتي السؤال ليك انت، ايه اكتر ماتش قمه عمرك ما هتنساه؟ قولي في الكومنتات. وبس كده.